ربنا بيقول لك رزقكم في السماء وما توعدون، والرزق بتاعك هيجي لك مهما كان. عارف لو مين جه ياخده منك، لو ايه مش هيعرف ياخده منك. وانت لو عملت اصلا مستحيل عشان تمنع الرزق انه يجي لك، مش هتعرف. هيجي لك يعني هيجي لك مهما تعمل بقى. حاجه برضو كان في موقف كتير بقى بيحصل يعني حاجه زي كده. كنت شغال برضو على افيليت اوفر. هو السي بي اي اوفرز دي او الافيليت اوفرز هي مش مفتوحه على طول، بتبقى كابد او عدد معين. كنت شغال على اوفر معين، فلقيت حد يعني اعرفه كان ظروفه مش احسن حاجه او حصل معاه دروب او حاجه. رحت علمته الافيليت ماركتنج واديت له الاوفر اللي انا شغال عليه واشتغل عليه فعلا. وطبعا انا اتأثرت بصورة مباشرة، لكن بالصورة الكبرى بقى ربنا عوضني تعويض جامد جدا يعني. حاجة عايزك بقى تقرا فيها حاجة اسمها او abundant mindset versus scarcity mindset. ايه الفرق ما بينهم هما الاتنين؟ الاولى دي يعني العقلية، طريقة التفكير بتاعتك تبقى متأكدة ان الموارد في البلد في الدنيا يعني لا محدودة، كل حاجة متاحة للجميع واللي عايز حاجة هيوصل لها. السكراسيتي مايند سيت يقولك لا، كل حاجة ليميتد، وانا لو حد اخد حتة من التورتة بتاعتي انا مش هعرف اكل تورتة تانية، وطبعا الكلام ده مش حقيقي خالص. في حاجة تانية اسمها الجروث مايند سيت والليميتد مايند سيت. برضو ايه الفرق ما بينهم؟ الجروث مايند سيت اللي انت لما تيجي تتكلم مع حد حاجة انت بتعملها وبتاع من غير ما تبقى ايه قاعد وخايف وبتاع ما اعرفش ايه، هتلاقي الكلام بيجيب كلام، وبعد كده هتلاقي الشغل بيتفتح، وهتلاقي كده الدنيا بتتفتح لك. لكن لو انت ليميتد مايند سيت، لو قعدت في كورنر كده بقى قاعد على اللابتوب بتاعك انا مش عايز حد اتكلم مع حد، دول هياخدوا الرزق بتاعي وبتاع، ما فيش حاجه هتجيلك بعد كده. ماشي هتشتغل على اللي انت شغال عليه، هتطلع منه شويه فلوس وخلاص، يبقى قابلني بقى لو حد اتكلم معاك تاني او فتحت بيزنس تانية او حاجه. انا دايما حتى الناس بيقولوا لي لما انا باجي اتكلم في الفيديوهات انا ما بخبيش اي معلومه انا عارفها، اي حاجه انا عملتها او بعملها ما بخبيش خالص. بالعكس، ده لو في حاجات انا عايز اعملها ولسه ما عملتهاش بقول للناس يعملوها، دي حلوه. ايه عشان انا خلاص الحمد لله المايند سيت عندي بقت مريت بالحاجات دي. بقول لك بقالي 12 13 سنه، فمريت بمواقف كتير قوي بتقول كده. طبعا المايند سيت دي هو مش كلام وخلاص هقول لك اعمل مايند سيت دي هتدوس على الزرار وخلاص هيبقى